في مباراة استعراضية جميلة من ريال مدريد استعداد للموسم الجديد بيقدم مباراة رائعة، كل حاجة فيها كانت حلوة. في أجواء حماسية واستعدادا قوي للموسم الجديد ريال مدريد نزل أرض الملعب وهو عينه على الفوز الكبير قدام فريق التيرول. من أول دقيقة كان واضح إن ريال مدريد داخل المباراة بكل تركيز والسيطرة كانت شبه كاملة من المباراة. كسب 4-0 مباراة جميلة قدمها وأبرزها كان إمبابي ورودريجو. في الدقيقة 10 الجمهور انفجر من الفرحة لأن جت ركنية متقنة من النجم دياز اداها لميليتاو وميليتاو طار في الجو كأنه طيارة ولعب الكورة ضربة قوية برأسه تسكن الشباك، وده كده بيعلن الهدف الأول لريال مدريد. ولسه الجمهور بيحتفل وجت في الدقيقة 12 بعدها مفيش دقيقتين كان موعد مع السحر الفرنسي جولر، اللاعب الشاب اللي بيأكد كل يوم ان هو موهبة استثنائية. جولر لعب كرة تمريرة بينية جميلة عبقرية للنجم مبابي، استلمها وبص مبابي للحارس